الأراضي اللي حوالين النيل في المنوفية كلها بتغرق، فهل مصير مصر هيكون زي السودان؟ الحقيقة إنه في الساعات اللي فاتت تصدرت عبارات غرق المنوفية والبحيرة محركات البحث بعد صور من قرية دلهمو اللي اتغمرت أراضيها الزراعية وبعض البيوت بسبب ارتفاع منسوب المياه. رئاسة مركز أشمون نشدت الأهالي يسيبوا الأراضي والمنازل اللي على طرح النهر فوراً، وده عشان أي زيادة في المياه ممكن تغرق المنطقة بالكامل. الموضوع مأثر على أكتر من 1000 فدان، وبعض البيوت اتغمرت بالفعل والناس بدأت تستخدم مراكب للتنقل. الحكومة من ناحيتها أعلنت إنها بتتابع الموقف يوم بيوم، ووزارة الري أكدت إن أي زيادة هتتصرف فوراً من خلال مفيضات زي توشكا. رئيس الوزراء كمان قال إن المنوفية والبحيرة تحت المراقبة لحد نهاية أكتوبر، وده خصوصاً مع تصرفات إثيوبيا اللي بتزود حجم المية بشكل مفاجئ. الأولوية دلوقتي حماية الأرواح، واللي ساكن على طرح النهر لازم يخلي باله وياخد التحذيرات دي بجدية.